السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مازلنا مع الفرماج كما راكم تشوفوا. هذو كاع نتوما تقولوا لهم فرماج، ولكن في الحقيقه هما ينقسموا الى 4، والصفر الاخير مفاجاه لكم. اول حاجه كما علمتها لكم اللي هو الجبن الطبيعي اللي مكونات تاعو من الحليب والخمائر والروبه فقط. اما النوع الثاني فهو الجبن المذوب اللي يكون عباره عن جبن طبيعي يزيدوا له املاح تذويب وبعض الاضافات بيحافظوا عليه. هذا هو الصنف الثاني. أما الصنف الثالث هو عبارة عن التحضيرة الجبنية اللي تكون فيها حوالي 10% جبن فقط، والباقي مواد دسمة. كاين اللي أكثر 12 13 كيما هذا تعجيزي فيه 10% جبن فقط. أما النوع الأخير اللي قلت لكم هو مفاجأة، حنا ما نصرفوش جبن ولكن نتوما تقولوا له جبن، كيما هذا تاع نابولي. وهو في الحقيقة مش جبن، هو عبارة عن تحضيرة غذائية بين دهون نباتية والنشا ومسحوق الحليب وفقط. احنا نسموه جبن ولا نسموه جبن تاع البيتزا، ولكن هو غذائيا يصنف كتحضير غذائية. السلام عليكم.